السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ منورين مطبخ نور. النهارده هنعمل الكنافة مع بعضنا. هنبدأ بالشربات، كوبايتين مية على كوبايتين سكر، واول ما تغلي هقوم عصر عليها عصرة ليمونة. اول ما اطفي عليه النار هقوم حاطة الفانيليا، وهنعمل الكنافة بقى مع بعضنا. هجيب الكنافة نص كيلو كنافة وافركه، بس يكون في الفريزر لمدة ساعة، او يا ريت تبيتيها من بالليل. وبعد كده همسكها هفركها زي ما انتم شايفين كده. اول ما هفركها هقوم جايبه سكر، 3 معالق سكر هرشهم عليها، وهجيب كوبايه ونص سمنه، وهقوم فركها كلها. هسقي الكنافه كلها بالسمنه. وبعد كده هقوم جايبه الصينيه اللي هعمل فيها، هقوم حاطه سمنه. انا كده فركتهم زي ما انتم شايفين كده لحد ما يبقاش فيها اي حاجه مكلكعه. بعد كده هقوم جايبه السكر، حاطه كوبايه السمنه زي ما انتم شايفين كده، وافركه كلها في قلب بعضيها. هقوم حاطه في الارضيه سمنه، وبعد كده هقوم جايباها رصاها زي ما انتم شايفين كده، واعمل حروف ليها في الجناب كده عشان خاطر هفرط الزبيب. هنا انا عاملاها بالزبيب بس، عايزه تحطي مكسرات، عايزه تحطي اي حاجه، الحشوات دي في ايدي. بعد كده هقوم جايبه الكنافه رصه الطبقه التانية كده، وهقوم جايبه صينيه اصغر من الصينيه وادكها. افضل اضغط عليها لحد ما ادكها كده بصينيه تانية، وادوس جامد عشان خاطر الكنافه تبقى كلها سوا واحد زي ما انتم شايفين كده. وهمسك السمنه هرشها من فوقيها كده، وبعد كده هقوم حطها على البوتاجاز. عايزه تحطيها في الفرن ماشي، مش عايزه انا عاملاها على العين البوتاجاز من بره. في المرحله دي هفضل الفها شويه كده، وبعد كده اول ما الطروف بتاعتها تفك من الصينيه زي ما انتم شايفين كده، الحروف كلها اتحمرت بالمنظر ده، هقوم ماسكاها كلها وقلبها كده. بعد ما خلصت هي كده المنظر ده، بعد ما قلبتها وحطيتها للوش التاني. وبعد كده هقوم جايبه الشربات وهقوم دلقه الكنافه. شوفي على قد ما الكنافه تشرب معاك، انا هنا الكنافه شربت معايا كميه الشربات كلها. كانت اللهم بارك كان طعمها تحفه واتغرفت، كانت جميله. وده المنظر الشكل بتاع الكنافه زي ما انتم شايفين كده، طعمها تحفه بالخرطة بتاعتها. وكانت ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي متابعيني من انهي بلد. يا ريت تشاركوا الفيديو عشان الكل يستفيد. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده، وده الشكل النهائي لاكلتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ولو حابين نعمل لكم اي نوع وصفه انتوا حابينها قولوا لي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله.